3 فوائد ربانية لفتح باب الرزق والمال والثراء وتيسير الحال والتوفيق في البيع والشراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير من الأحباب يسألون عن طرق للعطف الرباني في زيادة الرزق وتيسير الحال والخروج من دائرة الحاجة والفاقة إلى باب الخير والاكتفاء. ولا شك أن العديد من أحبابنا جربوا الكثير من الدعوات والتساخير في هذا الباب، حتى إنه فيه من أخبرني أنه قدم القرابين إلى الأرواح لكي ينفتح له باب الثراء والغنى، والعياذ بالله من هذا. أعطيكم اليوم مجربات خاصة من القرآن الكريم لهذا الغرض، بها تفتح باب الرزق ويتيسر البيع والشراء، ويفتح باب الخير والبركة والمال والثراء. تابع الموضوع إلى الأخير، ففيه فوائد متعددة مجربة صحيحة بدون شك. أحبتي في الله، قبل أن نبدأ لا تنسوا عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة إن أعجبكم محتوانا ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. إذن أقول الفائدة الأولى، وهي باب من أبواب الخير لتوسيع الرزق وتيسير الحال، في الآية المباركة التالية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية تقرأها 124 مرة، ثم تقرأ بعدها سورة القدر 4 مرات. بعد أن تكمل القراءة انفخ في الجهات الأربع، اليمين واليسار وفوق وتحت، والقراءة تكون بعد صلاة المغرب. وتابع على الأقل 7 أيام، ستر من بركات الله وتسخيره والبركة في المال والرزق ما يبهرك. وقبل أن أعطيكم الفائدة الثانية، لا ننسى مسألة البركة في الرزق، فهناك أشخاص من الممكن أن يكون مدخولهم الشهري صغير جدا، ورغم هذا تجدهم يأكلون ويشربون وضاحكون لاعبون لابسون بأحسن ما يكون، ويكونون متعففون رؤوسهم مرفوعة من الحامدين الشاكرين لله تعالى، حتى أن من الجهال من يحسبهم أغنياء من التعفف والعفة لا تكون إلا لدى المؤمن الحقيقي. وسبحان الله، بالمقابل هناك أشخاص آخرون تجد مدخولهم الشهري مرتفع جدا، ولديهم إيجارات ومشاريع وتجارات وأموال مكدسة بالبنوك، ورغم كل هذا إن رأيتهم تحسب أن الصدقة جائرة فيهم، فلا هم يأكلون ويشربون مثل العباد، ولا هم ضاحكون ولا متعففون ولا من الحامدين الشاكرين. حتى إن سألت أحدهم عن حاله قد يبدأ في الشكوى واللوم والتباكي، فهذا من مرض النفوس والقلوب والعياذ بالله. فلا ننسى أحبتي في الله دائما أن نحمد الله ونشكره على ما أنعم الله به لنا. إذن الفائدة الربانية الثانية في هذه الحلقة في سورة الشورى الآية رقم 19: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وهذه الآية المباركة هي مفتاح من مفاتيح البركة والخير والرزق الوفير، فمن داوم على قراءتها بالطريقة التالية بعد كل صلاة مفروضة لمدة 7 أيام لمدة 7 الأيام الأولى من الشهر العربي، بنية تسخير نورانيتها للبركة والرزق والمال والخير الوفير، سيرى ما يسره ويشرح خاطره وباله، ويرى من انفتاح أبواب الخير والرزق والبركة ما سيدهشه ويبهره. أما كيفية قراءتها فتكون على الشكل التالي: أولا، قراءة الاسمين الربانيين القوي العزيز بياء النداء، هكذا: يا قوي يا عزيز، عدد 76 مرة. وبعدها قراءة الآية الكريمة عدد 49 مرة. وكما أسلفت داوم على القراءة 7 أيام ترى الخير والبركة. والآية هي كما قلنا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
الآية رقم 19 من سورة الشورى. أما الأمور التي تذهب بالرزق والخير ففي الغالب يكون من النفس والنية، فمن الممكن أن تجد مثلا رجل أو امرأة لديهم نور رباني والخير يدخل عليهم من كل جهة، إن ابتلاها الله تزوج أو تزوجت بأحد المناحيس أو إحدى المنحوسات، فهذا الزوج أو الزوجة قد يكونون السبب في تغوير الرزق للشريك الجديد، لأن طاقتهم سلبية ودافعة ليست جالبة. هؤلاء يدفعون الخير ويجلبون الشر والبلاء، ولهذا نحن نوصي قبل الزواج أن تعرف من ستتزوج هل طاقته جيدة أم لا، وهل فيه خير معه أم تعيش في العذاب والهلاك حتى تندم على اليوم الذي فكرت فيه أن تتزوج. ومعرفة حال الشريك يتم بحسابات فلكية وروحانية، والحقيقة أن له نتائج رائعة جدا في معرفة من ستتزوجين به وهل فيه خير أم لا، ومن ستتزوج بها وهل ناصيتها ناصية خير وبركة أو فقر وشقاء. طبعا هذا علم آخر يسمى الاشتقاق، وآخرون يسمونه الحسابات الروحانية والحساب والخط وغيره، ولكن قليل جدا من يتقن هذا الفن، لأنه أصلا نظرة في النجم الروحاني في الشخص، وهذا يدخل في باب فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وكذلك من الأسباب الكبيرة هو عدم ذكر البسملة عند استلام الرزق أو المال. ناس تمسك المال في يدها ولا تقول بسم الله. يا سيدي يا سيدتي قولوا بسم الله عندما يعطيكم أي شخص أي درهم أو دينار أو ريال أو غيره، فالبسملة باب من أبواب فتح باب الخير. ولا تنسى الدعاء مع من أعطاك أو سلمك مبلغ من المال حتى ولو كان ثمن شيء اشتراه منك، بقول الله يخلف أو الله يعوض، لأن هذه الكلمات تفتح باب وطاقة التعويض لك أنت ولمن سلمك. فالمفروض أن نغير سلوكنا ونغير فهمنا ونغير تفكيرنا، وعندما نتغير فإنه نفتح أبواب رائعة جدا من المحبة والنور أمامنا. وأزيدكم فائدة رائعة جدا لمن يعاني من قلة الرزق والمال والخير. احمل معك في محفظتك 3 شعرات من الزعفران وقليل جدا من ملحة البحر لكي يبعد عنك العارض والمانع في الرزق. ولمن أراد بركة من بركات الله سواء خاتم أو سبحة ربانية من باب الخير فليتواصل معنا، فنحن متخصصون في هذا الباب بشكل كبير جدا. أحبابي في الله، لكي لا أطيل عليكم أقول تقبلوا محبتي وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.